مستمعي هي بي اف ام، طابت اوقاتكم واهلا بكم في زاوية زانيارين بشارتي. مستمعينا، في هذه الحلقة سنتعرف على قصة الفارس مار جورجوس، ويخبرنا عن هذه القصة الأب مراد يوسف. من هو مار جورجوس وما هي قصته؟ كانوا عباصنة من الرومان. فيوم من الأيام في هالبلد عم يقدموا للحوت للتمساح، يعني أن يسكر، يعني ينبوع الماء، أنه مو يعطيهم مي إلا ما يذبحوا له فتاة يحطوها قدامه. اجت أيام، اجت بنت الملك، بقى دور الملك يقدم بنته لضحية للتمساح حتى يفتح المي للعالم تشرب. فهذا الفارس مار جورجوس اجا شاف ان عمى هالبنت الحسناء انه هالتمساح بدي ياكلها. اي والله حرام. وقف على الفرس تبعه وجابوا الرمح ضربوا للتمساح قتلوا. فصار قديس هذا، فتح الماء ماء ودم. يعني شلون هالحية او التمساح قتل وفاض المي، وجاء الشعب صار يشرب مي ويعيش. فهذا مار جورجوس له قصة كثير حلوة. يعني إنسان مريض، إنسان معلول، إنسان كذا، يطلب منه الرب لا إله يجيب له مار جورجوس على الفرس وينجيه من كل مرض، من كل تجربة. هو على الفرس، هو على طول فرس بيضاء. مستمعينا، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات عن الفارس مار جورجوس، وإلى حلقة قادمة نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.